الاعتزال في اي رياضه وفي اي مجال معناه انك خلاص خلصت ومش هترجع تاني ولا تعمل حاجه دي تاني. حاجه مثلا زي الكوره نادرا لما لعيب بيعتزل ويرجع، شفناها في حالات قليله زي مثلا بول سكولز لما رجع من الاعتزال في 2012. بس الكلام ده ما ينطبقش في المصارعه، اللي اغلب الوقت لما المصارع بيقول ان هو اعتزل ممكن تلاقيه رجع في اي وقت، لدرجه ان في مصارعين بيعتزلوا في شركه وتلاقيهم بعدها بحاجه بسيطه بيظهروا في شركه تانية، زي ريك فلير لما اعتزل في 2008 في المنيا وبعدها رجع في 2010 في تي ان اي عادي يعني. وفي تاريخ اي دبليو مش طويل في مصارعين كتير واساطير انضموا ليها، يا اما اعتزلوا خلاص ورجعوا، يا اما كانوا خلاص شكل مسيرتهم انتهت بس وجود البديل ادى مسيرتهم حاجه جديده وانجازات تانية. ومش مصارعين بس اللي معانا في القايمه دي، فخلينا نبدا الكلام بفيديو 13 مصارع اي دبليو انقذتهم من الاعتزال. فيلا بينا. رقم 13 بيلي جان. بيلي جان هو واحد من المصارعين الاندر ريتد من عصر الاتيتيود، وكان جزء من الفريق التاريخي النيو ايج اوتلوز مع رود دوج، وكانوا جزء من عصابه الدي اكس الاسطوريه. وبيلي في فترته الاولى في الدبليو دبليو اي كسب حزمه التاج تيم 10 مرات وحزام القارات مره، وساب الشركه في 2004 ورجع في عرض الرو 1000 في 2012 اللي ليه فيديو ارجع اتفرج عليه. المهم العوده مع رود دوج اتوجت بحزام تاج تيم مره كمان قبل ما يترفد من الشركه في 2015 بسبب فشله في اختبار منشطات، وبعدها يلعب في الاندي شويه، يلعب في النيو جابان شويه، وظهر مره في عرض الروز ذكرى ال 25 ومرتين في اي دبليو في 2019 في الكازينو باتل رويال في دبل اور نوثينج، وفي الداينامايت دايموند رينج، وفي الداينامايت دايموند رينج باتل رويال. وكان مضى في نفس السنه كمدرب وليه دور في الكواليس قبل ما يعمل الديبيو بتاعه مع ولاده اوستن وكولتن جان في 2020 بعصابه الجان كلاب، العصابه اللي ما كانتش احسن حاجه لحد ما ولاده قلبوا عليه في 2022 وهو اتحد مع الاكليمد وحققوا حزمه التريوس في وول ان 2023 في ويمبلي، وده يعتبر اكبر انجاز لي في الشركه. فهو عامه ما كانش معتزل بالظبط، بس ما كانش بيعمل حاجه كبيره او حاجه مهمه. بس عامه اللي عمله في الشركه ووجوده وانه لسه بيصارع في شركه كبيره في السن ده لان هو عنده 62 سنه وبجسمه ده، فدي حاجه مبهره الصراحه، حتى ولو في اختلاف على اهميه او كبر القصص بتاعته بالذات طبعا الاكليمد. ونروح لرقم 12 كاتسوريوري شيباتا. انك تضرب الناس في راسهم دي شغلانه عجيبه، بس هي شغلانه اسطوره اليابان كاتسوريوري شيباتا، وناس قليله جدا اللي تعرف تعملها احسن منه. بس للاسف شغلانه زي دي فيها مخاطرات كتير، لانها مع الاسف كانت على وشك ان هي تخلص على حياته، لان شيباتا حصل له اصابه من اخطر الاصابات اللي ممكن تحصل لاي مصارع في 2017 بعد ما حصل له ورم دموي تحت الجافيه، عباره عن تجمع وتجلط دموي بين الجمجمه والطبقه الخارجيه للمخ، مرض خطير ومن الاخر كان ممكن يسبب موته. الاصابه دي حصلت له في ماتش في عرض ساكورا جينيسيس ضد اوكادا. الدكاتره على طول ربطوا بين الاصابه الخطيره دي وحب كاتسيريوري لان هو يدي خصومه كلهم بالروسيه، وده ادى لان يبقى في شكوك حوالين مستقبل مسيرته، بس الحمد لله عرف يرجع ويأدي تاني في الحلبة من بعد الإصابة دي. بس النيو جابان كانت حذرة جدا في استعماله في ماتشاتها الاستعراضية أو ماتشات ودية، حاجات بسيطة يعني غير تنافسية. بس ايه دبليو على العكس سامحه له يعيش حياته ويأدي، والراجل نفسه عارف ده وبيشكر توني خان عشان اداله فرصة تانية في مسيرته، لأن هو قعد من سنة 2017 لحد سنة 2021 ما بيلعبش، ولما رجع في اليابان كان برضه بيلعب على خفيف لحد ما راح اي دبليو وانطلق وكسب حزمة التريوز هناك مع الأوبس سموه جو باور هاوس هوبس او رويس كيز يعني في 2025، وكان كسب حزام البيور بتاع رينج اوف اونر في 2023. بس عامه نتمنى المصارع اللي لقبه المصارع يحافظ على نفسه. ونروح لرقم 11 جيك ذا سنيك روبرتس. جيك ذا سنيك اللي من اساطير المجال، حياته ومشاكله كانت بتزعل المشاع للكل عشان يتفرج عليها، فللاسف صراعاته مع شياطينه ادمانه للكحول والكوكايين والمسكنات غطت على مسيرته في المصارعه، وهو عرف يواجههم وينجو منهم، بس كان باين ان وقته في الصناعه انتهى بعد ما دخل الهول اوف فيم في 2014. بس اي دبليو سمحت للاسطوره انه يكتب فصل جديد في مسيرته. جيك ظهر بشكل مفاجئ في داينامايت في 2020 وكان بقاله سنين ما بيظهرش على التلفزيون. كان في ظهورات هنا وهناك على الخفيف، منهم ظهور في الطريق الاول اوت، بس مفيش حاجه كبيره زي الظهور ده. وهو بعدها بقى المدير بتاع لانس ارشر وبقى جزء من العرض ولعب دور مهم في وقتها بانه يعمل البروموهات الجامده بتاعته اللي فيها برود كده ويرفع من لانس ارشر. يمكن الحوار ده ما نجحش قوي بس الحوار كان يستاهل عشان شفنا جيك ده سنيك روبرتس تاني. وحاليا جيك هو مستشار مخصوص لاي دبليو توجذر اللي هو برنامج توعيه مجتمعيه هدفه احداث تغيير ايجابي دائم في المجتمعات اللي الروستر بتروحها، وان انت تشوف اللي وصل له بعد كل المشاكل دي هتلاقي حاجه مبهره وجميله، واي دبليو لعبت دور كبير في ده. ونروح لرقم 10 داستن رودز. داستن رودز هو واحد برضه من المصارعين اللي تقدر تقول عليهم مظلوم واخدش حقه في الدبليو دبليو اي بشخصيه جولدست اللي يمكن استمراره بيها لفتره طويله ظلمته. بس داستن اللي مسيرته بدات في اخر الثمانينات لف اتحادات الدنيا NWA TNA WCW وTNA بعد ما انفصل على NWA، وراح اليابان ولعب في الانديز طبعا، وكان برضه بيعاني من الادمان من 2000 لحد 2008 لما تعافى. وداستن برضه كان بيرجع WWE على فترات يعني من 2008 لحد 2012 وبعدها يرجع للانديز، بس يرجع بعدها في 2013 عشان يبقى تيم مع اخوه كودي.
ويقعد من 2013 لحد سنه 2019. ما بيعملش حاجه مهمه قوي في الشركه. اكبر حاجه عملها ان هو كسب حزمه التكتيم مرتين مع اخوه كودي، مره بشخصيه كودي رودز عادي ومره بشخصيه ستارداست. المهم من اول شهر يونيو 2018 داستن بطل يشارك في العروض بسبب عمليه في ركبته، قبل ما في ابريل 2019 يسيب الشركه، وكان خلاص بيفكر في الاعتزال قبل ما يروح لاخوه كودي في اي دبليو ويعملوا ماتش اسطوري في اول عرض دبل اور ناثينج. وكودي يعمل بعد الماتش ده برومو ان هو محتاج اخوه في ماتش ضد الباكس وانه ما يعتزلش. ومن ساعتها داستن مقدم وقت كويس جدا في اي دبليو مقارنه بسنه، وكسب حزام تي ان تي في اول ان السنه اللي فاتت بعد اصابه ادم كول، وكسب حزمه السكس مان تاج وحزمه التاج تيم في رينج اوف اونر السنه اللي فاتت. وداستن اللي غايب برضه بسبب عمليه في ركبته. دوره في اي دبليو حاليا بجانب ان هو مصارع هو انه منتج ومدرب بيساعد المصارعين الشباب. ونروح لرقم 9 توني شيفاني. يمكن لو الظروف اختلفت اي دبليو ما كانتش اتعملت، وتعليق الاسطوره توني شيفاني كان هيتسرق مننا، بس الحمد لله ان اي دبليو موجوده عشان تظهر المذيع المحبوب والموهوب ده تاني في عالم المصارعه. واكيد دي حاجه تخلينا مبسوطين، لان توني شيفاني كان بالنسبه لدبليو سي دبليو زي جيم روس كده بالنسبه للدبليو اف في عز حروب ليله الاثنين. صوته كان جزء لا يتجزأ من العصر ده، بس للاسف الجماهير اضطرت تتعايش مع فكره ان هو مش هيعلق تاني على المصارعه كل اسبوع بعد ما فينس ماكمان اشترى المنافسه وما خدوش معاه. فايه اللي حصل؟ هو ظهر لفتره بسيطه في تي ان اي مع مايك تيناي واتعرض عليه وظيفه هناك، بس العمليه ما وصلتش لحاجه، وبعد كده قضى معظم وقته في ام ال دبليو. بس الامور اتغيرت لما اي دبليو ظهرت على الساحه واختاروا بكل حكمه ان هم يضموه. تعليق ولقاءات توني شيفاني الممتعه هي من ابرز الحاجات في المنتج، فهو بدون نقاش كبير الصوت بتاع الشركه، فاي دبليو مش هتبقى اي دبليو من غيره. ونروح لرقم 8 ساموا جو. بدون ادنى شك ساموا جو هو من اساطير المجال، سواء بسبب وقته في تي ان اي او رينج اوف اونر او الانديز عامه، بس ما تقدرش تقول نفس الكلام قوي على فترته في الدبليو دبليو اي اللي ما كانتش احسن حاجه، والشركه ما عرفتش تستغله على اكمل وجه وفسخت عقده في يناير 2022. وبعد فسخ عقده كان بيفكر تفكير جدي في انه يعتزل، لحد ما جه عقد اي دبليو المغري في ربيع نفس السنه، وده خلاه يغير رايه ويعمل العوده بتاعته في رينج اوف اونر في عرض سوبر كارد اوف اونر في يوم 1 ابريل 2022، وبعدها يعمل الديبيو بتاعه في اي دبليو في عرض داينامايت يوم 6 ابريل 2022. ومن هنا الباقي تاريخ زي ما بيقولوا. هو وصل نهائي دوره الاوين في نفس السنه بس خسر لادم كول، وبقى ملك التلفزيون لما كسب حزام التلفزيون بتاع رينج اوف اونر وحزام التي ان تي، وبقى حامل للقبين مع بعض. وبعدها بقى بطل عالم في اي دبليو مرتين لما كسب ام جي اف في عرض وورلدز اند 2023، وبعدها كسب هانجمان في فول جير 2025 عشان يبقى بطل عالم لتاني مره، وحزمت التريوز مره مع الاوبس مع شيباتا. بس عامه بعيدا عن الالقاب ساموا جو مقدم فتره ممتعه جدا في اي دبليو سواء كبروموهات او ماتشات وكل حاجه، وما تقدرش غير انك تشكر توني خان واي دبليو ان هم ادوا ساموا جو فرصه ورجعوه وخلوه يتالق بشكل حلو جدا. ونروح لرقم 7 تولي بلانشارد. 14 سنه ده وقت طويل، وقت طويل جدا. 14 سنه دي كانت سنه 2012 سنه اليورو افريقيا ونهايه العالم، و14 سنه دي كفايه البيبي لسه مولود عشان يبقى مراهق، و14 سنه ده متوسط العمر الافتراضي للقطط. وده الوقت بين اخر ماتش لتولي بلانشارد في المجال وماتش عودته في اي دبليو. تولي بلانشارد هو عضو في العصابه الاسطوريه الفور هورسمان وشخصيه مؤثره بشكل كبير في المجال، فما كانش عنده اي حاجه يثبتها قبل ما يروح اي دبليو، بس استعمل خبرته الكبيره في المجال ان هو يدي مصداقيه واهميه لاي دبليو في اول ايامها، لان هو كان مدير المصارعين زي شون سبيرز وطبعا اف تي ار. بس اي دبليو خدت خطوه كمان معاه لما خليته يلعب ماتش مع اف تي ار في داينامايت ضد جوراسيك اكسبريس وكمان يكسبوا الماتش. فده كان اول ماتش ليه بعد 14 سنه، واكيد طبعا هو ما صارعش في كل عروض داينامايت ولا حتى بقى بيصارع بشكل دايم، بس العوده دي المره واحده من الاعتزال كانت لذيذه وكويسه وعمرها ما كانت هتحصل بدون اي دبليو. ونروح لرقم 6 ايدج او ادم كوبلاند. ايدج كده كده اسطوره ومش محتاجين نتكلم كتير، وعودته من الاصابه في رويال رامبل 2020 كانت صدمه كبيره جدا، وعوده كلمه اسطوريه قليله عليها. وفتره ايدج من بعد عودته تعتبر فتره ممتعه جدا ونجاح وفيها عداوات وماتشات احلام بالزوفه ضد ايجي ستايلز، دانيال براين، رومان رينز وفين بالور، وكمان عداوه مع زميله السابق راندي اورتن. ففي المطلق كانت عوده ناجحه. بس بعد اخر ماتش ليه في الشركه مع شيمس في سماك داون في اغسطس 2023 كان في احساس كده ان هو قريب من الاعتزال، بالذات لان عقده مع الشركه خلص، وايدجي قال ان هو فعلا كان بيفكر في الاعتزال. بس في ماتشه مع شيمس كان شايف ان هو مبسوط وحابب ده وحابب يكمل. ففي يوم 1 اكتوبر 2023 يحصل الديبيو الاسطوري بتاعه في اي دبليو لما دخل ودمر صاحبه كريستيان كيج في عرض ريسل دريم 2023، والاثنين بعدها يقدموا عداوه ممتعه في الشركه وايدجي يكسب حزام التي ان تي ويلعب في فترته بالحزام ماتشات تبان احلى عصاري، ماتشات ضد ناس زي بنتا، برودي كينج، مالاكاي بلاك، مونورو سوزوكي. وحتى ولو في خلافات على فتره ايدج هناك انا شايفها ممتعه، حتى ولو عداوته ضد موكسلي ما كانتش احسن حاجه بالذات ماتشهم في ريفولوشن. بس دلوقتي هو لم الشمل مع صاحب عمره كريستيان كيج، والاثنين كسبوا حزمه التكتيم من اف تي ار في ماتش عظيم جدا، واول ماتش 5 نجوم في مسيره ايدج في عرض دبل اور نوثينج السنه دي.
وهو اي دبليو ما تعتبرش انقذته من الاعتزال، لان هو رجع وقضى فتره كويسه في الدبليو، بس اي دبليو اديته وقت وان هو يبقى فول تايم تاني، بدل ما هم ما كانش عندهم خطط ليه. واكيد اي حاجه عملها في اي دبليو احسن من الوضع الحالي بتاع دبليو. وعلى ذكر كريستيان فنروح لرقم 5، كريستيان كيج. الاب المثالي زيه زي صاحبه كان معتزل بسبب اصابه خطيره، ورجع لماتش انسانكشن ضد راندي اورتن في 2020 قبل ما الدكاتره تسمح له ان هو يشارك بشكل كامل السنه اللي بعدها، لما رجع فعلا في رويال رامبل 2021. بس الفرق بينه وبين ايدج ان هو ما كانش مرتبط بعقد مع الدبليو، فبعدها يمضي مع اي دبليو ويعمل الديبيو بتاعه في اي دبليو في مارس. وساب ورا ان هو راح اي دبليو هي الحريه في الابداع، وكمان عشان يساعد المصارعين الشباب. وكريستيان في البدايه في الشركه يتحد مع جانجل بوي جاك بيري قبل ما يقلب عليه، وكسب حزام تي ان اي امباكت في اول عرض رامبيج في التاريخ من كيني اوميجا. وكمان كريستيان قدم متعه ملهاش مثيل بحزام التي ان تي، وكمان قدم متعه بشخصيه الاب. وزي ما قلت لك دخل في عداوه مع ايدج ونافس على حزام العالم، وانا كنت شايف ان هو يستاهل يكسب الحزام ده. وكمان برضه كسب حزمه التريوز مع لوتشوسوريس ونيك وين. وطبعا كريستيان في وسط كل ده قدم كميه بروموهات عظيمه ومضحكه في نفس الوقت ملهاش اول من اخر. وفتره كريستيان في اي دبليو في ناس بتشوفها افضل فتره في مسيرته، ومستواه في الحلبه ممتاز جدا على سنه. وهو حاليا رجع التيم مع ايدج زي ما قلت لك، وهم ابطال التكتيم. ونروح لرقم 4، ايدي كينجستون. قصه ايدي كينجستون صعب ما تقولش عليها ان هي مبهره، بس المصارع اللي لف الدنيا اليابان والانديز محدش يعرف عنه ان هو كان على وشك يعتزل، بس اي دبليو اتدخلت وانقذت الوضع. ايدي مسيرته طويله جدا في المصارعه، بدات في 2002، بس في خلال الجائحه زي مصارعين كتير كان لازم ياخد قرارات صعبه. في لقاء مع نيويورك بوست ايدي كينجستون كشف ان هو قبل ما يمضي مع اي دبليو كان خلاص قريب جدا من ان هو يلم عزاله ويعتزل. وقال في لقاء ان هو اضطر يبيع لبس المصارعه بتاعه والصور الترويجيه بتاعته عشان يعرف يسد اقساط العقار بتاعه، والوضع كان هيبقى اسوأ، لان هو كان كمان شهر هيبيع بيته ويرجع نيويورك ويرجع لبيت اهله، وانه بعدها هيشتغل شغلانه عاديه. بس الحمد لله ان ايدي كينجستون اتحدى كودي رودز اللي كان بطل التي ان تي، وعمل تحدي مفتوح في وقتها، التحدي اللي شد انتباه مسؤولين اي دبليو وخلوه يلعب ماتش في داينامايت ضد كودي، وايدي يبهرهم، وده اللي يؤدي ان هم يمضوا مع الشركه بعدها باسبوع. والباقي تاريخ. وايدي قال ان الاخبار دي خلته ينهار بسبب راحه ان هو مضى خلاص وان مسيرته تم انقاذها. وفي مسيرته مع اي دبليو ايدي كينجستون يبقى اول بطل كونتيننتال بعد دوره ممتعه وريمونتادا، وكسب حزام العالم بتاع رينج اوف اونر، ويقدم عداوات وماتشات وبروموهات ممتعه. ونروح لرقم 3، دي دي بي. الاسطوره دي دي بي هو واحد من اكتر المصارعين المحبوبين في تاريخ المجال، تقريبا مفيش حد بيكرهه لان هو مصارع اصيل وصادق وطيب عامه، وحتى كورس اليوجا بتاعه انقذ حياه ناس. دي دي بي عمل اسمه في دبليو سي دبليو كمصارع مهم، وبعدها كموهبه مهدره بشكل كبير في الدبليو دبليو، وبعدها دخل الهول اوف فيم. وهو ساب المشاركه بشكل دايم في عالم المصارعه في 2005 عشان يهدي جدوله بعد فتره بسيطه في تي ان اي. وبعد كده ظهوراته المهمه هتبقى كضيف في الرويال رامبل والاندري ذا جاينت باتل رويال. وكان باين ان صاحب حركه الدايمن كتر كان خلاص شطب مصارعه، لان هو ما دخلش الحلبه لمده 4 سنين بعد الاندر ذا جاينت باتل رويال اللي كانت في 2016. وهو كان ليه علاقات مع اي دبليو كونه زميل كودي رودز. بس هل اي دبليو هتسمح له يصارع؟ في الواقع اي دبليو سمحت له يصارع مره كمان لما لعب في ماتش تاك تيم ثلاثي في عرض دايناميت باشا ذا بيتش مع داستن رودز وكيوتي مارشال ضد ام جي اف والبوتشر والبليد. وانك تشوفه وهو بيعمل حركاته تاني الكلوز لاين والدايمن كتر كانت ممتعه. ونروح لرقم 2، سي ام بانك. زي ما اتكلمنا في فيديو قصه سي ام بانك في اي دبليو، ارجع شوفه عشان جامد. فسي ام بانك واحد من اكتر الشخصيات الجدليه في تاريخ المصارعه، وبانك اترفد من دبليو دبليو اي زي ما احنا عارفين في 2014 في يوم فرحه، بعد ما بانك قعد ما يقارب العقد مع الشركه. وطبعا اترفد وهو عنده مشاكل مع ناس كتير في الشركه، والجماهير اضطرت ان هي تتاقلم على المجال بدون سي ام بانك، لان هو باين كذا بره انه ما عندوش اي اهتمام ولا رغبه ان هو يرجع ويصارع تاني. وفضل ملتزم بده لمده 7 سنين، 7 سنين طوال. بس بعد ما فشل في اليو اف سي بعد مفاوضات من توني خان، سي ام بانك رجع تاني للحلبه لما مضى مع اي دبليو في 2021. العوده الكبيره دي لبانك دايما بيتبص عليها ان هي واحده من اهم انجازات اي دبليو، وبانك عمل ماتشات وعداوات عظيمه هناك وكسب حزام العالم مرتين. بس طبعا زي ما اتكلمنا في الفيديو فالمشاكل اللي في الكواليس غطت على اللي عمله، وفي الاخر توني خان رفض بانك من الشركه. وطبعا هو دلوقتي في الدبليو دبليو اي وبرضه مقدم فتره ممتعه هناك، بس ده عمره ما كان هيبقى حقيقه لولا وجود اي دبليو وتوني خان وان هم رجعوه تاني للمصارعه. الكلام ده من 5 سنين لك انت. ونروح لرقم 1، ستينج. ستينج مسيرته طول عمرها عباره ان هو بيتحدى التوقعات، لان هو اتحدى الان دبليو في دبليو سي دبليو وواجههم لوحده. وبعد نهايه دبليو سي دبليو رفض يروح الدبليو دبليو وقرر يروح تي ان اي اللي حولها لبيته. وبعد ما العمليه هناك ما بقتش احسن حاجه قرر انه وبشكل مفاجئ يمضي مع الدبليو دبليو. وبعد ما الدبليو ما تقدرش تقول غير ان هي ما استغلتوش بشكل كويس لما ضيعت فرصه ماتش ضد الاندرتيكر وخلته يخسر ضد تريبل اتش في المنيا، وكمان الاصابه اللي حصلت له وخلصت عليه في 2016 وخلته يعتزل. فالجماهير خلاص افتكرت ان ستينج انتهى، بس ده كان عندها، لان ستينج وهو في حركه غير متوقعه برضه كان لسه عنده، وعمل الديبيو بتاعه في اي دبليو في 2020 في اول عرض وينتر از كامينج. والديبيو بتاع ستينج العظيم ده الناس مش بس بتحبه بسبب رد فعل توني شيفاني الممتع،
لا، لان كمان دي كانت عوده غير متوقعه اطلاقا، ووقته في الشركه ادانا ماتشات ممتعه، وكمان لانه كان مرشد ومعلم لمصارعين شباب، طبعا اهمهم داربي الن اللي سواء كسبوا حزمه التكتيم، وستينج اعتزل وهو بطل لما لعبوا ماتش ممتع جدا ضد اليانج باكس في ريفولوشن 2024، وفي السبوت المرعب ده من داربي الن. فاستنج قدم لنا متعه ملهاش حل في اي دبليو وبس. دول 13 مصارع اي دبليو انقذتهم من الاعتزال. قول لي انهي اكتر مصارع فيهم بتحبه، وانهي واحد فيهم شايفه حقق اكبر نجاح في الشركه. وما تنساش لو عجبك الكلام ادي لايك ودي سبسكرايب، وسيب رايك ازاي نطور المحتوى، ورايك في الفيديو، والسلام عليكم.